السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بسهرة المولد النبوي الشريف. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بديت بهذه الآية الكريمة. هكذا أخواتي كامل نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جبت لكم اليوم السهرة اللي درناها يعني البارح في سهرة المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة الطيبة نحييكم كامل، نتمنى تكونوا كامل بألف خير. كما راكم تشوفوا يعني أنا درت سهرة خفيفة فقط، يعني العائلة الصغيرة برك في البيت، يعني مع رجوع الكورونا الواحد يتفادى يعني الالتقاء مع العائلة تاعو. على ضد يعني سهرة كما قلت لكم خفيفة ظريفة، درت فيها يعني انتي لاتاي بالوصفة يعني جد رائعة، نتمنى تجربوها. درت هاد الديسير اللي وريته لكم البارح، وطمينا كذلك بتزيين خفيف يعني وسهل. درتها بالطريقة التقليدية، وكذلك يعني هاد الطمينة نتمنى تجربوها كذلك بهذه الطريقة التقليدية. تخرج لكم يعني فريمون بزاف بنينة، وتقعد مدة طويلة طرية، يعني مهما قعدت ما تيبسش. دونك نبداو بالوصفات اللي درناهم اليوم. قلت لكم بون بور الديسير اني وريت لكم يعني هاد الديسير هذايا، هاد التحليه هايله بزاف. راني وريت لكم الطريقه تاعها. اليوم نوريكم فقط الطريقه تاع اللاتاي. هنا كما راكم تشوفوا العشاء تاعنا البارح يعني كان رشته عاصميه، درتها يعني بهذه الطريقه. الوصفه هي موجوده في القناه بالتفصيل، يعني اللي يحب يرجع لها حنخليها لكم في صندوق الوصف. تجيب بزاف بنينه كذلك هذا الرشته، نتمنى تجربوها. دوك نروحوا نبداو يعني الطمينه. قبل كنت حمست ديجا كما يقولوا السميد. هنا في كاسرونه جبت كاس تاع عسيله وكاس تاع زبده. هي الطمينه الحقانيه تندار بالزبده الحاره، ما تقدروا ديروها بالمارغرين، يعني تجي كذلك يعني بنينه. سي فغي كو ماشي كما اللي تجي بالزبده الحاره، لكن كذلك المارغرين راهم يديروها دوكا يعني تجي مليحه. انا استعملت صول، جات يعني بنينه بزاف، عندها ذوق تاعها كيما الزبده. هنا شوفوا الكاس تاعي تاع العسيله درتو كامل. حنمد لكم لاستوس اللي تخلي الطمينه تاعكم طريه، يعني ما فيها لا اضافه حليب ولا اي شيء، تقعد لكم طريه غير بهذه الطريقه. تبعوا فقط الطريقه بالتفصيل، تقعد يعني سمانه 10 ايام 20 يوم تقعد هي. هنا كاس تاع عسيله معمر، كاس تاع مارغرين شفتوه تاني معمر يعني مقبب هكذايا، ولا زبده. قلت لكم اذا عندكم زبده متوفره في البيت يا با ميو، الذوق تاعها يعني مخالف، ماشي كامل كيف كيما يعني المارغرين ولا. دونك هنايا شوفوا دوك نديها على النار تكون يعني خفيفه، ما تكونش نار قويه، لازم تكون نار يعني متوسطه الى خفيفه. نبداو نحركوا فيها يعني حتى يمتزج لنا المارغرين مع العسيله، تمتزجنا بيان. دوك نجيبها نفوي ونبدا نخلط يعني بطريقه يعني سريعه حتى تمتزج لنا. ما نخليوش هذا الخليط يغلي فوق النار. شوفوا يعني هنا هي بدات تذوب صايي. دوك نبدا نخلط. تقدروا هنا تستعملوا البغا ميكسر، كون تقدروا يعني كما نقولوا حنايا ديروها غير بالفوي هكذايا عادي. هي فوق النار، النار راهي قليله وراهي تتخلط، غير ترفد الغليه الاولى نطفي عليها. اذا خليتوا العسيله تاعكم تغلي يعني راح تطيب، دونك راح تيبس لكم الطمينه فيما بعد. اذا استعملتوا يعني تبعتوا هذه الطريقه عمرها ما تيبس لكم الطمينه. دونك شوفوا راني نخلط مليح حتى يمتزجوا، يعني تجينا الرغوه هذيك في تشوفوها يعني في هذا الخليط. جوست يبدا يغلي خلاص من نحبس للنار. هنا راني ما قطعش هذا المقطع تاع الفيديو باش تشوفوها يعني بالتفصيل، باسكو بزاف بنات عندهم مشكل. يعني هنا شوفوا هاي ليك بدا يغلي خلاص حبست. هنا السميد تاعي كنت حمسته، انا حمسته بهذه الطريقه باسكو نحبوه يكون شويه يعني هكذا، ولكن كولور ان بو يعني فونسي، ماشي كاع فونسي بزاف باسكو راني نصور لكم في الليل، مي يكون يعني محمس مليح هكذا، ما يضركمش في المعده تاعكم. ما ديروش سميد ابيض. كاين اللي يحب يفورو وكاين اللي يحب يحمسو ديريكتومون، انا حمسته برك.
هنا هاي ديك السميد لازم يكون بارد، يعني هذه لا دوزيام استيس بارد. يعني انا هذا حمسته الصباح كي درت لكم التحليه، حمسته او ميم طون، يعني في نفس الوقت كنت نخدم في التحليه، من بعد غير كملت التحليه تاعي حمسته. هنا عندي واحد 3 كويار داك تاع الجلجلان تاني محمس ومرحي، شويه قرفه، يعني دوك ندير اون بانسي تاع قرفه داخل. اذا عندكم حرور النفسه، يعني احنا نستعملوا حرور النفسه للمولود، يعني في الطميه تاع المزيود نمدوها للنفسه، داير يعني التسميه تاعها تعبر عليها. لكن اذا ما عندكمش ديروا غير شويه قرفه. انا هنا استعملت غير القرفه، مي يعني كي تكون عندنا الطمينه تاع المزيود نديروا حرور النفسه فيهم 12 تابل، يعني تسقسيو اي عشاب يمد لكم حرور النفسه واجدين، تقدروا كذلك تخدموهم في الدار. هنا درت الكاس الاول تاع السميد ونضيف له هنايا هاد الدجاج محمس. تقدروا ديروا اللوز محمس ولا كاوكاو محمس، يعني وتقدروا تستغنوا عليهم كامل. مي لو غو تاع الجلجلان ولا اللوز يمد، يعني يفين ديفيرونس، يعني تحسوا بالذوق مخالف ورائع يعني. دونك ما تستغنوش على هاد المرحله. مادابيا يعني ديروا هنا شوفوا درت غير على راس المغرف تاع القرفه، بديت نخلط. ما لازمش تحطوا السميد على ضربه وكامل، من بعد تلقاوها نشفت لكم. يعني السميد يشرب، السميد تاعي متوسط كما تاع المقروط، يعني استعملته كما تاع المقروط. هاوليك شوفوا هنا يعني درت الكاس الثاني، حتى درت الكاس الاول بديت يعني نخلط فيه، بدا يتشرب، يعني بديت ندير في الكاس الثاني. هاوليك با بلوس، يعني تقدروا ديروا كاس هذا كامل، تقدروا تخلوا فيه شويه، مي انا درتهم بين زوج، يعني جاني جوست هايليك. تبان لكم هكذا راهي جاريه، مي هي نو، دوكا تبدا تشرب وتشد روحها وتولي يعني جوست تولي مليحه، ما جاريه ما ناشفه. يعني في هذاك الكيل تاعي دالي 2 كيسان، شفتوها يعني راهي ليكيد، مي دوك تبدا تشرب، يعني دوك نخليها ماما هايدا غير في الكاسرونه ديجا تبدا تشرب قبل ما نحطها في لاسيت دو بريزونطاسيون. هايليك قلت لكم سميد، تخيروا سميد الموايا، ما تخيروش هذيك الرقيق باش ما يتعجن لكمش. دوك نروحوا للاتاي. لاتاي هنايا هاد الطريقه يعني ناجحه ونتمنى تجربوها باش يعني تشوفوا يعني الذوق تاعها. درت لتر تاع الماء راهي تغلي فوق النار في داك يعني البراد اللي شفتوه. ودوك هنايا انا لاتاي تاعي نحبها تجي شويه يعني خفيفه كما تاع الاعراس، راكم شفتوها يعني تجي خفيفه ماشي ديك اللاتاي ثقيله بزاف. درت ملعقه ونصف تاع اتاي المروان جو بونس اسم تاعو ولا نسيت يعني. من بعد جبت الماء سخون، حطيت هذاك لاتاي ديالي بعد ما يعني كما نقولوا غسلته 2 مرات في الماء سخون. المره الاولى طولت شويه، يعني المره الاولى كي شفتوني هكذاك خليته يعني يا ماما، من بعد المره الدوزيام شللته برك بالماء سخون توجور، حطيته بدا يغلي. هنا كما راكم تشوفوا اني اضفت شويه نعناع يابس، بيسك اللاتاي يحب النعناع يابس. وهنا كما قلت لكم بعد ما اضفت النعناع هذاك يعني بعد ما اضفت النعناع اليابس خليته يغلي تقريبا يعني 4 ساعات. لازم تطيب اللاتاي تاعكم باش تجي مليحه. هنا في كاسرونه واحده اخرى جبت هاد يعني شويه نعناع فخي، يعني فريشكا يعني الاخضر. درت له 5 مغارف تاع السكر، يعني في لتر تاع ماء 5 مغارف سكر يجي الذوق تاعو سوا برك. نجيب اللاتاي تاعي اللي كنت خليتها يعني طابت تقريبا 4 ساعه هكذاك، تقدروا تروحوا حتى 20 دقيقه، لازم تطيب مليح. بعد ما تطيب هنايا ما نسيت نقول لكم درت لها يعني بانسي تاع الملح، يعني قرصه تاع ملح برك. فرغت هذاك اللاتاي تاعي داخل الكاسرونه كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا هاد يعني تعرفوا تاع اللاتاي تبداو تحطوا يعني في من الكاسرونه الاخرى وطلعوا يديكم باش تجي الرغوه. دوكا هاي لك هنا المره دوزيام برك شوفوا الرغوه كيفاش بدات تطلع. يعني هاد الطريقه ناجحه يا بنات، نتمنى تجربوها. هكذا تبداو يعني تمدوا من الجهه الاخرى، يعني تفرغوا من الجهه الاخرى كل مره. طلعوا يديكم بيان سور تجيكم هذا الرغوه وتشد يعني داخل البراد. انا كما شفتوني من قبيله يعني حتى كي سربيت وكامل وقعدت الرغوه هذيك مازالها كاينه داخل البراد ديالي. دونك حاولوا ديروا 4 5 مرات، انا درت 5 مرات برك وقعدت لي الرغوه ما شاء الله
هنا بديت ندريسي يعني السنيوه ديالي. جبت السيرفيس تاع لاتاي هدايا، حطيته. يعني قلت لكم درت غير بيناتنا في الدار، دونك ما استعملتش بزاف اواني ولا يعني ما درتش يعني كما نقولوا حنايا ديسير واحد اخرين حلويات ولا، بيسك دراي صغار ما ياكلوش بزاف. الوغ فرغت هذاك لاتاي تاعي في البراد. بيان سور اذا برد لكم وتحبوا لاتاي سخون عاودوا سخنوه، واللي يحبوا يعني هكذا يكون متوسط الحراره يخليه عادي. هنا جبت شويه نعناع حطيته هنايا، يعني النعناع فخي حطيته في هذا الخلاط. دوك جيت ندريسي الطمينه تاعي. شوفوا يعني درت كامل اللاتاي هذيك في ذاك الوقت تشربت وما يبستش، يعني تشربت كاع بصح ما يبستش. هاي ليك فوالا كما شفتوني، يعني درت لها غير تزيين خفيف، ما كثرتش بزاف تزيين هذا. يعني بالنسبه للعائله برك درت شويه لوز ايفيلي، شويه لوز يعني ماشي القشر، وهذوك لي دغاجي حبه جوز، وهكذا خرجت لنا يعني سامبل وبيان. دوك هنايا كنت يعني حطيت في الطابله الصينيه تاعي تاع لاتاي، بديت نسربي لهم، ويعني جوزنا سهره مليحه شابه والحمد لله رب العالمين. نتمنى تعجبكم يعني السهره تاعنا تاع اليوم، يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسونيش باللايك، اشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه، كذلك تعليق محفز اذا كان اعجبكم الفيديو تاع اليوم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.